احذر من العدو مرة ومن الصديق أو القريب ألف مرة. القصة دي حصلت فعلا وقلبت الرأي العام في أمريكا لدرجة إنهم عملوا عنها فيلمين وثائقيين من كتر غرابتها، والنهاية اللي محدش كان متوقعها بالمرة. الساعة كانت 11 بالليل والجو هادي. فجأة اسم الشرطة في ولاية ميزوري يستقبل مكالمة من واحد عمال يصرخ وصوته مرعوب: الحقوني، مراتي سايحة في دمها، مراتي قتلت نفسها. ركز معايا عشان القصة دي من الغريب أوي. المتصل كان اسمه روز فيري، راجل هادي ملوش في المشاكل، ما بيتعاملش مع أي حد. الضابط ساعتها حاول يهديه ويسحب منه المعلومات واحدة واحدة، ومجرد ما خد منه العنوان قوات الشرطة اتحركت فورا على العنوان اللي هو اداهولهم. وصلوا الشرطة للمكان تمام. وأول ما دخلوا البيت لقوا جثة بيتسي فيري زوجة روس. تمام نايمة على الأرض وماسكين، والسكينة مغروسة في رقبتها، والدم في كل مكان بشكل مرعب. يعني مرعب. شكلها في الواحية الأولى يدي الانتحار، لكن تشريح الجثة قلب الدنيا. ليه بقى؟ تقرير الطب الشرعي ما طلع سنة 2011 إن بيتسي ماتت ب55 طعنة كاملة. مسار القضية كلها اتغير. ضربات في الرقبة، ضربات في الدراع، ضربات في الصدر، وضربات في البطن، وضربات في الخلف، وطعنات عشوائية. تمام، وعشوائية عنيفة كمان ملهاش علاقة بالانتحار نهائي. يعني الجريمة يا معلم اللي احنا قدامها دي جريمة قتل كاملة ووحشية. وعارف الغريب ايه؟ ان مفيش اي بصمة في البيت غير بصمة روز جوزها، فكان هو اول واقوى مشتبه فيه. استجوبوا روز. المحقق سأله: ازاي تقول انها انتحرت؟ روس رد عليه وقال له: انا لما دخلت لقيتها بالمنظر ده، وكان عندها اكتئاب جامد بسبب جلسات الكيماوي اللي كانت بتاخدها، كان عندها كانسر، فافتكرت انها انهت حياتها. وفعلا بيتسي كانت بتتعالج من سرطان الثدي من سنة 2010، وحالتها النفسية كانت سيئة جدا، لكن مفيش ولا دليل واحد يثبت براءته. المحكمة حكمت عليه بقى سنة 2011